احنا كمصريين اول ما البرد كده ما بيدخل علينا والشتاء تبدأ تدخل علينا، اول حاجة بنفكر فيها هي معدتنا. هنعمل ايه النهاردة؟ محشي الكرنب. محشي الكرنب ده لا غنى عنه في الشتاء. طبعا اول ما الجو ما يبدأ يسقع كده نبدأ ان احنا نلف لنا كده كرنبيتين حلوين، نعمل لنا كده حلتين يظبطوا الدماغ معانا زي ما انتم ما شايفين كده. اول حاجة هنبدأ ان احنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واللي محطليش اللايك الجميل بتاعكم تبدأوا تحطوه. ويلا بينا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. حاجة بنعملها بنبدأ ان احنا نسلق الكرنب، بنجيب مية سخنة واول ما بتغلي معانا بنبدأ ان احنا ننزل فيها معلقة من الكمون، وكمان بنظبطها زي ما انتم ما شايفين كده. انا الكرنب معايا مش بياخد اي وقت خالص، انا يدوب المية كده بتسخن وبتغلي كده غلوة واحدة بس عليه وببدأ ان انا اخرجه. ده طبعا هتعمليه فريش هيبقى زي الفل معاكي. هتخزنيه برضو بنفس الطريقة، بس مش هنحط له الملح، هنحط له كمان معلقة السكر دي مادة حافظة، وهنحط شوية من الزيت، لان الزيت مع السكر هو مادة حافظة ومش بيخليه يجلد خالص. ودي تجربة سنين، انا مش بكلمكم كده وخلاص. اول حاجة يا بنات، البنات اللي لسه بقى متجوزين جداد ونفسهم يعملوا حلة محشي زي ما بيشوفوها كده في التصوير ويقولوا ايه ده، الله احنا عمرنا المحشي ما طلع معانا جميل كده والصوابع قد بعضها وتحفة، ازاي بيعملوه كده؟ يلا بقى البنات الجداد الجمال يبدأوا بقى يصلوا على الرسول معايا كده ويبدأوا الفيديو معايا من الاول. اول حاجة بعد ما سلقت الكرنب كويس قوي في المية والملح وكمان حطيت شوية من الزيت، بدأت ان انا اجيبه كده زي ما انتم ما شايفين وبشيل العرق بتاعه وببدأ ان انا اقطعه. احاول على قد ما اقدر ان انا اخلي التقطيعة بتاعتي واحدة. النهاردة هوريكم تقطيعتين، وكمان هقولك لو الكرنبية معاكي متقطعة ومتهرولة كده فيها ورق يعني متقطع كتير هتعملي فيها ايه؟ مش هنرميها ولا نخسرها ولا اي حاجة خالص، هنتعامل معاها بكل بساطة وهتطلع معانا احلى محشي بأمر الله. زي ما انتم ما شايفين الورقة دي كده متهربدة خالص معايا. هعمل فيها ايه؟ هقطع العروق بتاعتها اللي بتبقى من فوق وهبدأ اسويها بالراحة خالص زي ما انتم ما شايفين كده. وكمان العرق بتاعها تخين، يعني العروق بتاعت الكرنبية نفسها تخينة ومتقطعة ومتبهدلة خالص. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نسويها ونظبطها. طبعا لو في حتت مقطوعة خالص مش هينفع ان احنا نلفها ونحشيها، فهنحطها على وش الحلة من فوق او هنحطها من تحت زي ما انتم ما شايفين كده. انا بدأت ان انا اقطعها كده واتعامل معاها واشوف الحتة اللي مقطوعة منها وابدأ اسويها كويس قوي. على قد ما قدرت ان انا اسويها واطلعها كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. واي زيادات انا بخليها على جنب، بحط بيها بغطي يعني بيها وش المحشي من فوق او بحطها في الحلة من تحت زي ما انتم ما شايفين كده. بدأت ان انا اسويها بكل سهولة، يعني ما خسرتش الورقة خالص زي ما انتم ما شايفين كده. بقطعها بايديا بكل سهولة خالص. شايفين جميلة ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنا طبعا الورق بحب ان هو يكون قد بعضه. انا بقى مش بحب اقطعه التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي اللي هي واحده واحده، لا انا بحب رول كده زي ما انتوا ما شايفين، واجيبه وانا بحشي يبقى الرول كده سليم معايا وابدا احشي كده بكل سهوله، وبيكون سريع معايا خالص خالص وبيسهل معايا كتير قوي. وكمان لو بيكون معاكي متفرز في الفريزر بيكون حلو قوي. هنا خلاص قطعت كمية الكرنب زي ما شفناها مع بعض. الصباع بقى يبقى صغير كده بيبقى جميل وخطير قوي يا جماعة. وطبعا نحاول ان احنا نساوي التقطيعة كلها زي بعض. اهم خطوة معايا هنا سواء هتحشيه دلوقتي او هتخزنيه ان انت لازم تصفيه. لازم يا حبايبي الكرنب يتصفى لانه بينزل ميه كتيره جدا، وده غلط قوي. لو حطيناه في الفريزر وهو بالميه بتاعته هيبقى مش حلو معاكي، هيجلد معاكي ومش هيبقى لذيذ خالص خالص. وانتي بتسلقيه حطيه في مصفى كده يتصفى ويصفي الميه بتاعته كلها، متستعجليش عليه. يلا بينا نعمل التسبيكه بتاعه المحشي، ودي اهم من تقطيع اي حاجه اهم من المحشي نفسه هي التسبيكه الجميله دي.
بتجيبي طبعا بصلايه كبيره، وبجيب فص بس كده من الثوم يدي ريحه مش اكتر، وكمان بجيب فلفل سبايسي وبحطه بخرطه كده ناعم قوي، وببدأ ان انا اجيب كده طماطميتين كبار واقطعهم كده لحد ما اشوحهم مع البصله لحد ما يتبلوا معايا. وببدأ طبعا اجيب الصلصه اللي احنا مفرزينها مع بعض، وبنبدأ ان احنا نحطها على التسبيكه ونقلبها كويس قوي. يلا بينا ندخل على البهارات. حطيت طبعا الملح، وحطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل اسود وكمون كزبره ناشفه. هما دول اللي انا بحطهم على المحشي. ببدأ اقلبهم كويس قوي واسيبهم يتسبكوا لحد ما الصلصه ما تفصل معايا. عايزه لون محشي جميل زي ما انتم ما شايفين كده، سيبي معاكي الصلصه تتسبك كويس قوي لحد ما تفصل معاكي، سواء حاطه ماده دهنيه زيت زبده سمنه اللي انتي بتعملي. بس طبعا محشي يعني بنحط زيت شويه كتار لانه بيفلفل معايا حبايه الرز. عملنا ايه بقى؟ نزلنا بعد ما الصلصه ما اتسبكت، نزلنا عليها بالرز بتاعنا على حسب الكميه بقى اللي معاكي كميه كبيره، معاكي كميه صغيره، زي ما انتي ما شايفه كده. بتبداي ان انتي بعينيكي كده وبتظبطي، وبتحاولي ان انتي في كل مره بتلاقي نفسك بتقولي ايه ده، اللهم بارك، ده انا ما فضلش معايا رز. يعني بتبداي تظبطي ايديكي كده ما بين الكرنبايه اللي انتي جايباها حجمها كبير ولا صغير، وما بين كميه الرز اللي انتي هتحتاجيها، يعني بالنظر كده. طبعا لازم نحط يعني كده فلفل معانا علشان يدينا طعم حلو قوي للكرنب، بيبقى جميل قوي يا جماعه. هنا كان عندي فلفل اكتر، بس انا حبيت ان انا اعمل دول بس. زي ما انتم ما شايفين كده، انا بدأت ان انا اجيب الكرنب معايا بعد ما اتصفى خالص. شايفين لو هتلاحظوا ان الورقه معايا جافه جدا. وجبت الحشوه معانا والخلطه، وبدأت ان انا احط عليها الخضره معايا كانت عباره عن شبت وبقدونس وكزبره. انا بحب احط ال3، انتي زي ما انتي ما بتحبي تحطي شبت وكزبره بس زي ما انتي ما حابه. جبت بقى الخضره وقطعتها ناعم كده كويس، وقطعتها صغير بقدر الامكان يعني. وبدأت احط معاها كده بصلايه صغيره مبشوره، وحطيت معاها فصين من الثوم مبشورين برضو، وكمان شويه من النعناع الجاف. وبدأت ان انا اخلط بقى مع الرز ومع الصلصة، وطلعت معايا احلى تسبيكة واحلى خلطة محشي هتدوقيها. ولما تجربيها انا عايزاكي بس تدعيلي دعوة حلوة من قلبك، بس مش عايزة حاجة اكتر من كده. المحشي بتاعي ده يا جماعة مميز، وصراحة انا مبحبش اكل محشي من اي حد غير من ايد امي وبس. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. عايزه اقولك المحشي كده بالخلطه بتاعته دي تحفه قوي، لكن اي محشي تاني انا الصراحه يعني ما بحبوش خالص غير المحشي اللي انا بعمله انا وماما بس. زي ما انتم ما شايفين الخلطة بتبقى مميزة ومتسبكة كده كويس وبمزاج، واللهم بارك بتديكي نتيجة جميلة قوي. هتفرزي بقى الكرنب، خلاص اتصفى معاكي. هتجيبي الاطباق بتاعتك، وهتبدأي ان انتي تحطي طبقات كده، وتخلي ما بين كل طبقة وطبقة كيس، وتغلفيه بالاسترتش راب كده وتقفليه كويس، وتحطيه في الفريزر كده. الكرنب معاكي جميل وسهل، ولما تيجي تعملي محشي مش هياخد معاكي بجد وقت خالص، لان عندك طبعا الحاجة متفرزة، فهتسهل عليكي كتير قوي. طبعا احنا فرزناه كذا مرة مع بعض، بس ان شاء الله على دخلة رمضان كل سنة وانتم طيبين هنبدأ ان احنا نعمل شوية تفريزات حلوة مع بعض بأمر الله. بس محتاجة منكم ان انتوا تشجعوني وتدعي له دعوة كده حلوة من قلبكم. انا بدأت ان انا اظبط الحلة كده زي ما انتم ما شايفين، يعني عكس بعض، ما نزنقش الحلة قوي علشان يطلع معانا حلو. كان عندي الورق الاخضر اللي هو من بره ده، بدأت ان انا افرشه في الحلة من تحت، وهغطي بيه المحشي معايا من فوق. طيب ناس كتيرة قوي كده المحشي خلاص حشيناه، وقلنا التسبيكة بتاعته والتقطيعة بتاعته وكل حاجة للبنات اللي لسه متجوزين ونفسهم يعملوا حلة محشي زي ما بيشوفوها كده على السوشيال ميديا كده، ويشوفوا الجمال بتاعها. انا قلت لكم على كل التفاصيل الصغيرة. جبت هنا معايا بقى مكعب مرقة، وهبدأ ان انا افركه كويس قوي. وعندك شوربه ما عندكيش هتعملي محشي. لو ما عندكيش شوربه هتعملي ايه؟ هتجيبي بصلايه مبشوره وفصين توم وطماطمايه كده، وهتجيبي حبهان كوبيبه صيني، وهتبداي ان انت تحطيهم في ميه بتغلي، وتحطي شويه فلفل اسود وحبه من الكمون، وهتبداي ان انت تسيبيهم يغلوا كويس قوي على النار، وهتبداي ان انت تشربي بيهم المحشي بتاعك. هنا كان عندي شوربه، ودي شوربه كوارع، فبدأت ان انا احطها. دي كانت جاهزة، انا يدوب بس ايه سخنتها.
بدأت ان انا احط كده واهزها كويس قوي. ليه؟ لانه ممكن تكون الشوربة قدامك على الوش لكن هي ما نزلتش تحت، فبتبدأي ان انت تشربي كلها كويس قوي زي ما انتم ما شايفين، بيبقى قبل السطر الاخير بشوية. تمام تمام، ظبطنا كده ملحها وظبطنا كده الشوربة بتاعتنا خلاص. هنبدأ ان احنا نغطيها بالورق الاخضر ده، نغطيها كويس قوي علشان تطلع معانا زي ما انت ما بتشوفيها، ما بتكونش مفرفط بقى الرز كتير بره ومش حلو وشكله ومنظره مش لطيف، مش احسن حاجة خالص. لو عندك الحلة كبيرة فبتبدأي تحطي طبق من فوق، وانت بتنزلي بالشوربة بتبدأي ان انت تحطي طبق. انا هنا انا عاملة حلة صغيرة مش كبيرة يعني، بدأت ان انا اغلفها كده واغطيها كويس، وهحط بقى طبعا الفلفل من فوق كده بعد طبعا ما ظبطت الشوربة بتاعتها كده وظبطتها كلها. هبدأ ان انا اغطيها. اهم خطوة معايا، مش هعلي عليها النار، انا عندي شوربة سخنة، حاطه الشوربه سخنه، فطبيعي ان انت لما تعملي النار عاليه هتغلي جامد قوي وما هتكون مش احسن حاجه. انا بوطي عليها خالص لحد ما بتطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. قمر 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 قمر، اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب، اللهم امين. بصوا بصوا الجمال، شفتوا بقى الورق اللي احنا بنحطه من تحت بينفع ازاي؟ بيبقى حلو قوي، مش بيخلي المحشي معاكي لا قدر الله يشيط ولا يحصل له اي حاجه. طالع كل صباع كده قمر قمر قمر. انا عايزه اقول لكم انا اكلت نص الحله دي وانا واقفه اصلا من جماله وحلاوته وطعمته. المحشي مش غلبه كتيره خالص زي ما الناس ما بتقول، وبيبقى يقولوا ده ان هو بياخد وقت كبير، لا والله جميل. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ اهم حاجه بعد ما يستوي خالص حطي معلقه السمنه او الزبده البلدي معاكي، تحفه من على الوش كده، بتخليه بيدي اللمعان ده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وجربوها يعجبكم جدا.